اختبارات النادي الإسماعيلي في أسبوعها الثاني شهدت إقبال كبير وملحوظ عن الأسبوع الأولاني. يمكن بدأت الاختبارات من الساعة 8 صباحا، والإقبال ما شاء الله كبير. دي اللجنة الرئيسية اللي بتختبر من 13 فيما فوق. شايفين على المقصورة الكابتن عادل أبو جريشة والكابتن سونا، الكابتن سناري والكابتن مصطفى درويش والكابتن طلب فرغلي والكابتن أبو ليلى والكابتن محمد سليم والكابتن محمد شكري طبعا، والكابتن عيد فرج اللي بيتجول في الملعب زي ما احنا شايفين كده مع الكابتن سمير والكابتن سيد سيكا المدرسة من اللجنة الثانية، والكابتن محمد معاطي النهارده هو موجود. اختبارات النهارده فعلا شهد إقبال كبير زي ما احنا شايفين. نقاش بين الكابتن عيد والكابتن محمد ادي لجنة المدرسة. طبعا قاعد كابتن ناصر الباكستاني وكابتن سمير مرعي والكابتن طارق عبد ربه، وفي برضه هنا في الملعب كابتن محمد اليماني. الناحية التانية في كابتن ناصر الباكستاني والكابتن طارق عبد ربه، كابتن مدحت الغريب، كابتن محمود العربي والكابتن حوده فرج. اختبارات زي ما احنا شايفين. الناحية التانية في آخر الملعب في المروحة بيختبر في لعيبة 17 و 16 سنة. شايفين النهاردة ما شاء الله الإقبال كبير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الاختبارات تفرز لعيبة جديدة للنادي الإسماعيلي تكون إضافة للقطاع. نركز على اللعيب اللي معاه الكورة ده، ما شاء الله لعيب كويس لابس قميص برتقاني اللي معاه الكورة دلوقتي. الأسبوع الأولاني كان الإقبال يعني ضعيف إلى متوسط. الأسبوع ده إقبال شديد، في لعيبة من جميع الأعمار السنية، لكن ابتدت الأعمار الكبيرة بعد انتهاء الامتحانات ابتدى في توافد في لعيبة كبيرة. الكابتن محمود العربي مدرب الحراس. شايفين في لعيبة يعني لابسة تيشيرت النادي الأهلي هم موجودين النهاردة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن يتم اختيار لعيبة وعناصر مميزة تخدم النادي الإسماعيلي. شايفين الكابتن عيد فرج مع مجموعة من اللعيبة بنفسه.